مساء الخير، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنبدأ محاضرة جديدة. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنبدأ محاضرة جديدة في الكوندكتيمتري والالكتروكيميكال ميثود. اول حاجة يا جماعة، يعني ايه الكتروكيميكال ميثود؟ دي عبارة عن ايه؟ الكتروكيميكال ميثود عبارة عن ان انا بستخدم عندي الطاقة الكهربية انها تتحول عندي للطاقة الكيميائية. تمام. وانا بقدر بستخدم عندي الطاقة الكيميائية دي بقى بقدر استخدمها مثلا في عمليات تنقية المية مثلا. ممكن استخدمها عندي في اللي هي مثلا في البطاريات بتاعة العربيات عشان خاطر تقدر تمشي بيها. تمام. فبستخدمها في حاجات كتير. طب انا اول حاجه عندي الكتروكيميكال ميثود دي، قال لي عندي نوعين. اني عندي اول نوع عندي هو الكوندكتيمتري. الكوندكتيمتري هو عباره عن التوصيله الكهربيه. طب وتاني نوع هو عباره عن البوتنشيومتري. احنا النهارده هنتكلم عن الكوندكتيمتري. ايه اللي بيحصل عندي بقى؟ الكوندكتيمتري ده عباره عن ايه؟ اول حاجه عندي هي عباره عن الكتروكيميكال ميثود. دي عباره عن فيزيكو كيميكال ميثود. انا بقدر استخدم فيها ايه؟ بقدر بستخدم فيها الكتريكال ميثود عشان خاطر ايه بقى؟ اعمل عمليه كوانتيتيف اناليسيس. يبقى الطريقه عندي دي كوانتيتيف. ايه هي الكوانتيتيف؟ ان هي بتبقى عندي طريقه بالارقام. بقدر احدد عندي عن طريق الكونسنتريشن، بقدر احدد عندي الكتريكال ميثود، او بقدر احدد عندي الكوندكتيمتري بتاعتي. تمام. هنعرفها دلوقتي. يبقى انا عباره عن ايه؟ يبقى هي عباره عن quantitative method. هو الالكتروكيميكال ميثود ده عباره عن quantitative method، او هو عباره عن property of solution of analyte which quantitative relationship. يعني هو عباره او هي عباره عن ايه؟ او هي عباره عن انها خاصيه بتبقى موجوده عندي في المحلول. الانالايت بتاعي ده بيكون فيه ليه خاصيه quantitative. طب بقى بعمل بيها ايه بقى؟ بعمل بقى علاقه بين الكونسنتريشن وبين عندي الكوندكتيمتر عشان خاطر اعين بيها الكونسنتريشن بتاع الماده بتاعتي. يعني تاني، انا عندي الكتروكيميكال ميثود دي هي عباره عن طرق انا بستخدم بيها او بقيس بيها الطاقه الكهربيه اللي نتجت عندي عن طريق اللي هي حاجه اسمها ايه؟ دي بتبقى طاقه كوانتيتيف. تمام. طب انا بطلع منها ايه او بستخدمها عشان خاطر ايه؟ اطلع منها الكونسنتريشن بتاع الماده بتاعتي. فبعمل علاقه بين الكونسنتريشن وبين الايه؟ وبين الكوندكتيمتري او بين الالكتريكال كوانتيتي. فقال لي بقى، بيقول لي بقى طبعا النقطه دي مهمه، يعني السلايد دي مهمه. هي عباره عن بيقول لي ان انا بعمل عمليه كلاسيفيكيشن عندي للالكتروكيميكال ميثود. تمام. فالسلايد دي مهمه. تمام. قال لي اول حاجه بيكون عندي 3 طرق. قال لي اول طريقه بتعتمد عندي على الموفمنت بتاعه البارتيكلز. تمام. يعني ايه يا جماعه؟ يعني بتعتمد عندي على حركه الايونات عندي. طبعا ده ما بيكونش فيه عندي اي ريدوكس رياكشن. فانا عن طريق حركه الايونات بتاعتي بقدر اشوف عندي الطاقه الكهربيه اللي نتجت عندي. تمام. عن طريق اللي هو بتبقى عندي على سطح الالكترود بتاعي. فمنها بقى بقدر اقول يبقى انا كده حصل عندي ايه؟ حصل عندي الكتروكيميكال ميثود. يبقى ده عندي اول كلاس. طب الكلاس ده بيتضمن ايه؟ قال لي مثال عليه ايه؟ او الموفمنت بتاعه الايونات او بتاعه البارتيكلز بتاعتي في الالكتريكال فيلد دي بقول عليها ايه؟ قال لي مثالين عليها مهمين، هو الكوندكتيمتري والالكتروفوريسيس. تمام. الالكتروفوريسيس ده اللي بيستخدموه عندي في اللي هو الشبهه الجنائيه والحاجات دي كلها. يبقى انا عندي مثال مهم هو الكوندكتيمتري. الكوندكتيمتري هو عباره عن التوصيله الكهربيه، هي عباره عن حركه الايونات. نتيجه حركه الايونات دي يا جماعه بينتج عنها في عندي الكونسنتريشن بيتغير. فانا بقى لما الكونسنتريشن بتاعي بيتغير ببدا اقول بقى طب الكوندكتيمتري بتاعتي اتغير، نتجت عن ده طاقه كهربيه. تمام. ماشي. تاني نوع عندي هو عبارة عن ايه؟ بيقيس عندي الفولتج او بيقيس عندي الكرنت اللي هي عبارة عن الفولت. الحاجات دي بتبقى عاملة شبه الامبير كده يا جماعة. تمام. هو الفولت بتاعي. تمام. من اسمها كده طالما فيه فولت وكده فقال لي فيه 2 الكترود، هو عبارة عن الكاثود وعبارة عن الانود، فبالتالي فيه يخضع عندي ريدوكس رياكشن. طب الريدوكس رياكشن ده او عندي اللي هي اللي هو الالكترونات اللي تبدأ تحركت عندي على سطح الكاثود وعلى سطح الانود. تمام. فدي بيتخضع عند الايه؟ طالما فيها فولت كده يبقى ده عباره عن بوتنشيومتر او عباره عن بولار جرافي. تمام. هناخدها برضو بعدين في المحاضرات الجايه. يبقى انا لو انا قال لي موفمنت بتاعه البارتيكلز يبقى دي عباره عن الكوندكتيمتر او الالكتروفوريسيس. طب تاني حاجه، لو حصل عندي ريدوكس وحصل عندي فيه 2 الكترود وفي حصل عندي فيه كاثود وفي انود وكده، فده عباره عن بوتنشيومتر وعباره عن بولار جرافي. طب تالت نوع عندي هو عباره عن ايه بقى؟ عباره عن قال لي بقى ان انا عندي الالكترولايز بتاعتي. تمام. اللي هو عباره عن الايونات بتاعتي او الالكترونات بتاعتي بيحصل لها انها ممكن ايه؟ يحصل لها ويبل. ممكن تبقى ويبل يعني ممكن اقدر ايه؟ اوزنها او اقدر اقيسها يعني. تمام. عن طريق ان انا ايه بقى؟ يعني باجي مثلا عندي بالطاقه الكهربيه بقدر ازنق عندي الالكترونات دي وبقدر اقيسها. طب لما بقيسها بيحصل عندي ايه بقى؟ بيبدا بقى لما بقدر اقيسها بقى فبتتحول عندي، بتبقى عندي على السطح بتاع السيرفيس بتاعت عندي السامبل بتاعت او بتاعت السوليوشن بتاعي.
تمام. فبقول عليها الكتروجرافيمتري. الكتروجرافيمتري يبقى هي من اسمها، هي عباره عن ان الالكترونات بتاعتي عن طريق الجاذبيه انا بقدر اقيس عندي الالكترونات دي، تمام. فبتبقى عباره عن بتبقى عندي ويبل الكترونز او الكترولايت، تمام. طب بعد كده بقدر اعمل ايه بقى؟ بعد كده بقى لما بقدر اقيسها بعد كده بتبقى بقدر اقيسها بعد كده بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان انا بقدر استنتج عندي كونسنتريشن بتبقى موجوده عندي بتاع العينه بتاعتي، تمام. بقول عليها الكتروجرافيمتري. يبقى كده عندي 3 طرق. اول حاجه عن طريق الموفمنت بتاعه البارتكل، عن طريق حركه الايونات، فبالتالي بيحصل عندي كوندكشن او بيحصل عندي في توصيله كهربيه بتنتج، فبالتالي بقدر اعين عندي الكونسنتريشن، فبقول عليها كوندكتومتر او الكتروفوريس. طب تاني نوع عندي عن طريق عندي ان هو في فولت او في ايونات عندي ولا طاقه كهربائيه او شدة التيار الكهربي بتاعي، فبقدر اعين عندي الكونسنتريشن، تمام. طب تالت نوع عندي عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا الالكترونات بتاعتي بتبقى عندي بيحصل لها عمليه كونفرشن، تمام. بتتحول عندي بتبقى عندي بقدر اقيسها او بقدر اوزنها، فبقدر اعين ايه؟ بقدر اعين عندي الكونسنتريشن. بقول لي بقى في عندي بعد التعريفات كده اللي لازم اكون عارفاها. اول حاجه عندي هو الكتروكيميكال سيلز، هو عباره عن الخليه الكهروكيميائيه. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بيكون في عندي الكترود، في عندي 2 الكترود بيكونوا موجودين عندي، تمام. والاتنين الكترود دول بيكونوا موجودين عندي ايه؟ في سوليوشن، تمام. طب قال لي بقى انواع عندي الخليه هو الكهروكيميائيه. قال لي عندي نوعين. قال لي اول حاجه عندي هو الخليه الجلفانيه، تمام. ده برضه هناخدها بعدين. واخرناها عندي في ريدوكس رياكشن. الخلايا الجلفانيه ده بيحصل عندي ايه بقى؟ بيحصل عندي ان انا بكون متوصله عندي اللي هو الاثنين الالكترود بتاعي دول، بكون موصلها عندي بايه؟ بكون موصلها عندي بجلفانيك او بكون بجلفانوميتر، تمام. الجلفانوميتر ده بيوضح لي عندي شدة التيار الكهربي بتاعي، وبناء على شدة التيار الكهربي اللي بتتكون عندي، تمام، ببدأ احدد بقى عندي الكونسنتريشن بتاع المركب بتاعي، تمام. طب قال لي بقى مثال على كده ايه؟ قال لي مثلا انا عندي كاثود وعندي الانود، تمام. عندي وليكن الانود بتاعي عباره عن الخرسين، طب والكاثود بتاعي عباره عن اللي هو الايه؟ الكبر اللي هو السيو، تمام. ده بيحصل فيها عمليه ايه؟ ده بيحصل فيها طبعا الكبر بتاعي حصل له عمليه ايه؟ حصل له عمليه اوكسيديشن، تمام. سوري، حصل هنا في الزنك حصل له عمليه اوكسيديشن، وحصل هنا الكبر حصل له عمليه ريدكشن، وبالتالي حصل ايه؟ وتولد عندها طاقه، تمام. والطاقه دي هي بقى اللي ماشيه التيار الكهربي بتاعي وحدد عندي الكونسنتريشن، تمام. زي الخليه الجلفانيه او الخليه ايه؟ دينيال سيلز. عندي برضو تعريفين مهمين، ايه هو الكاثود وايه هو الانود. الكاثود هو ده اللي بيحصل فيه عمليه ريدكشن زي اللي هو الكبر بتاعي، والانود ده اللي بيحصل فيه عمليه الايه؟ عمليه اوكسيديشن زي عند الزنك. تاني تعريف عندي هو الالكتروليتيك سيلز. الالكتروليتيك سيلز ده عباره عن برضو نفس الحاجه بالظبط، بس ده عباره عن طاقه كهربيه بتنتج عندي نتيجه ايه؟ نتيجه مصدر خارجي، تمام. المصدر الخارجي ده هو اللي امد عندي المركب بتاعي ده بالطاقه، تمام. يعني انا جبت عندي الكهرباء من بره وحطيت مصدر كهربي عندي في الايه؟ في السوليوشن بتاعي، تمام. المصدر الكهربي ده هو اللي خلى عندي بقى الاثنين الكترود ده، واحد مثلا يحصل له عمليه اوكسيديشن وواحد حصل له عمليه ريدكشن، فبالتالي نتج عن كده طاقه. مثلا زي ايه؟ زي البطاريه بتاعه العربيه. البطاريه بتاعه العربيه ده مثال على الالكتروليتيك سيلز، تمام. فده عباره عن ان انا نتجت عندي الكتريكال انرجي، تمام، نتيجه وجود ايه؟ اكسترنال سورس، تمام، متوصل عندي بالايه؟ متوصل عندي بالالكتروليتيك سيلز الموجوده عندي في الخليه، تمام. متحول عندي بعد كده للطاقه الكيميائيه، تمام. وبيقول لي بقى مثال على كده ايه؟ بيقول لي ده يعني واحد من الكومبوننت بتاعتي الموجوده عندي في الخلايا الجلفانيه. بس ده طبعا مش يعني بقول ان الالكترونات بتاعتي بيحصل لها عمليه ايه؟ بيحصل ان الالكترونات بتاعتي دي بتبدا يحصل لها ان هي تطلع عندي على السطح بتاعي عندي الالكترود بتاعي، وتبدا تطلع عندي على السطح بتاعي، تمام. او يحصل عندي ايه بقى؟ يحصل عندي ان انا باخد عندي الكهرباء بتاعتي الاكسترنال سورس خالص لعندي ما الخليه بتاعتي يحصل لها ايه؟ تبقى عندي ديد، تمام. يعني بيحصل عندي ان في كهرباء او في طاقه كيميائيه بتطلع عندي من الخليه بتاعتي، حتى لو الخليه بتاعتي حصل لها عمليه ايه؟ ما بقاش في عندي الكترونات عندي في الخليه نفسها، بس بقى عندي الالكترونات كلها بدات تطلع عندي على ايه؟ على سطح الالكترون، تمام. بيقول لي برضو لو if electrical energy is supplied from external source electrochemical change are produced at electrode and the solution interferes and concentration change at produce. بيقول لي بقى، بيقول لي مثلا لو انا جيت بقى انا دعمت عندي اللي هو المصدر الخارجي ده، دعمته كمان بالطاقه، يعني انا كده خلاص انا المصدر الخارجي ده خلاص الطاقه بتاعته، تمام. وبقى عندي الخليه بتاعتي بقت ديد، يعني استنفذ الطاقه بتاعته، وكل الالكترونات بتاعتي او المصدر ده كان وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو يخلي عندي الالكترونات بتاعتي انها تطلع عندي على سطح، تطلع عندي على سطح الالكترود، تمام، بتاع الكاثود او بتاع الانود. طب انا جيت مثلا البطاريه فصلت مثلا او خلاص طاقتها خلاص بقت ديد، طب انا لو جيت شحنتها تاني
عملت لها عمليه سبلايد او عملت لها عمليه سبليمنت مثلا، يعني دعمتها مثلا، حطيتها في الكهرباء تاني، تمام. فحصل ايه بقى؟ حصل عمليه انترفيرس، يعني حصل بقى ان الكونسنتريشن بدا يتغير. لا ده ما كانش زي الاول، ده كده يحصل عندي تغيير تاني في الكونسنتريشن، مش هيبقى زي الاولاني، يعني مش هيبقى زي ما انا ايه، زي ما اخلص بقى ديد وبعد كده رجعت شحنته تاني، تمام، زي البطاريه بالظبط بتاعه العربيه. فهنا بقى بيقول ايه؟ بيقول لي ذا سيلز يعني بيقول لك بقى ان هو نتيجه كده ان الكهرباء بتاعتي بيحصل عندي ان التركيز بتاعي او الكونسنتريشن بتاعي بيتغير عن المره الاولى، تمام. فبيحصل عمليه انترفيرز، يعني بيحصل ان هو تداخل عندي بالكونسنتريشن بتاع المره الاولى عن المره الثانيه، تمام. فهنا بقى بيقول لي مثلا عندي طبعا الخليه بتاعتي، تمام، بتاخد عندي الرياكشن مثلا عندي زي اللي هو الايونيك، وعندي الانوديك، وعندي اللي هو الكاثوديك. عندي مثلا في الانود بتاعي عندي فيه اللي هو رصاص اللي هو البي، وعندي في الكاسود بتاعي في عندي الايه البي بي او 2 اللي هو عباره عن الخرسين اوكسايد، تمام. ده عشان خاطر يحمي عندي البطاريه بتاعه العربيه بتاعتي، تمام. بعد كده دي المعادله بتاعتي، انا عندي المصدر الخارجي بتاعه، تمام. عندي ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن اللي هو H2SO4. H2SO4 هو ده عباره عن الاكسترنال انرجي بتاعتي. ده عندي اللي هو البي بي، تمام، اللي هو عبارة عن الانود بتاعي، وده عندي اللي هو البي بي او 2 ده عبارة عن الكاثود بتاعي. هما الاثنين بيحصل عندي ان انا ده اللي هو 38% H2SO4 سلفوريك اسيد، ده بيحصل عندي ايه؟ بيحصل عندي ان ده بيدعم عندي، بيخلي البي بي بيطلع الالكترونات على الالكترود بتاعها على سطحها، وهكذا البي بي او 2 بيدعم عندي البي بي او 2 اللي هو H2SO4 بيخليها عندي تطلع الالكترونات على سطحها. وبالتالي بيحصل عندي ايه بقى؟ بيحصل عندي ان انا بقدر اقيم عندي الطاقة الكهربية اللي نتجت عندي من ايه؟ من العملية دي. هنا بقى بقولي ريتشارجنج، يعني انا لما بعيد شحنها بقى، تمام. يعني لو جيت حطيتها مثلا، او جيت حطيت H2SO4، تمام، زودته مثلا، فبالتالي بيحصل عندي تغير عندي في الكونسنتريشن، تغير عندي في الكهرباء، مش هتبقى زي المرة الاولى. اهي يبقى the electrical energy supplies is converted to chemical energy، يعني انا لما بدعم عندي اللي هو الطاقة الكهربائية دي اتحولت عندي لطاقة كيميائية. بعد كده بقى بيقولي electrical units هو عبارة عن وحدات الكهرباء بتاعتي، تمام. احنا عارفينها طبعا من ثانوي، بس دي مهمة في التعريفات. يجي يقولك مثلا ايه هو الامبير، او مثلا unit of strength electrical current هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الامبير، اللي هو الامبير عبارة عن ايه؟ عبارة عن وحدة قياس شدة التيار الكهربي. وحدة قياس شدة التيار الكهربي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الامبير بتاعي، تمام، بقول عليها امبير. طب الكولم عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن quantity of electricity، عبارة عن الكمية الكهربية بتاعتي، فبقول عليها كولم، تمام. ودي بتتقاس عندي في وحدة قياس ليها، او في يونت ليها، هي عبارة عن الفاراداي. والفاراداي ده بيساوي 9696,487 ايه كولم، تمام تمام. طب الأوم بقى ده عبارة عن ايه؟ طبعا الأوم ده احنا خدناه برضو في ثالثه ثانوي، هو عبارة عن وحدة قياس المقاومة، تمام. فانا لما يجي يقول لك مثلا، عشان خاطر احنا هناخدها مهمه بعد كده، يبقى هي المقاومه عندي اللي هي المقاومه الكهربيه، ان انا الكهرباء بتاعتي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها عمليه ديفرنشيشن، او بيحصل فيها ديفرنس في البوتنشال بتاعت ايه؟ بتاعت الفولت بتاعي، او انا لو جيت حطيت مثلا جيت اقيس 1 فولت، تمام، فبيحصل فيها عمليه ديفرنس، تمام، في البوتنشال. فبالتالي ده عملت عندي ايه؟ عملت عندي مقاومه كهربيه اسمها الاوم. طب ايه بقى الفولت؟ الفولت ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الكميه الكهربائيه، او عباره عن البوتنشال ريكوايرد. ليه بقى؟ عشان خاطر احافظ عندي على 1 امبير. بعد كده بقى بيقول لي اللي هو الكوندكتيمتريك اناليسيس. انا لو عايزه اعمل عمليه اناليسيس، او عايزه اعمل تحليل للتوصيليه الكهربائيه، تمام، فبحللها ازاي بقى؟ فقال لي بقى هي عباره عن طريقه انا بستخدم فيها او بعمل فيها عمليه ميجرمنت للالكتريكال كوندكتنس، يعني بقيس فيها التوصيليه الكهربائيه بتاعتي، تمام. طب بيتم ازاي بقى يا دكتور؟ بيتم ازاي بقى؟ بعد كده ندخل نتكلم عندي برضو دكاترة عن الكوندكتيمتريك اناليسيس، يعني عندي عبارة عن التحليل عندي للتوصيل الكهربي، تمام. طبعا زمان لسه قايله دلوقتي هو عبارة عن طريقة تحليل، عن طريق ان انا بستخدم عندي الكوندكتنس، او اللي هو عبارة عن التوصيلة الكهربية، عشان خاطر اعمل عندي تحليل عندي للعينة بتاعتي، تمام. قال لي بقى في عندي نوعين، قال لي او هي عبارة عن في عندي تعريف مهم خالص اسمه الكوندكتنس، هو عبارة عن التوصيلية، تمام. التوصيلية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن قدرة المادة او قدرة الوسط بتاعي ان هو يديني طاقة كهربية، يديني الكتريكال كارنت، تمام تمام. قال لي في عندي نوعين، قال لي اما بتنشأ الطاقة الكهربية عندي من اللي هو الميتاليك كوندكتنس، اللي هو عبارة عن من المعادن يعني، فدي بقدر احددها عن طريق ايه؟ عن طريق عندي حركة الالكترونات. يبقى انا لو انا عندي ميتاليك
يعني عندي معادن، فانا بقدر احدد عندي زي الايون والكبر الحاجات دي كلها، فبقدر بحدد عندي عن طريق حركه الالكترونات اللي هو الالكترون فلوس. طب انا لو انا عندي مثلا يا دكتور مثلا محاليل مثلا زي الميه مثلا، او زي مثلا اي حاجه مثلا، فبقدر احدد عندي الطاقه الكهربائيه، او بقدر احدد عندي الكوندكشن بتاعها عن طريق ايه؟ عن طريق الايونات. تمام، الميجريشن بتاعه البوزيتيف وبتاعه النيجاتيف، سواء كان عندي كاثود او سواء كان عندي ايه انود. يبقى لو انا عندي ميتاليك كوندكتنس، يبقى بقدر احددها عندي الكوندكتنس عن طريق الالكترون فلو. اما لو انا عندي سوليوشن بقدر احددها عن طريق ايه؟ عن طريق الايونز. تمام. بعد كده بقى بيقول لي قانون قانون عباره عن ايه؟ عباره عن اللي هو شده التيار الكهربي. الشده الكهربي بيساوي عندي اللي هو فرق الجهد اللي هو عباره عن ايه؟ على اللي هو الريزيستنس بتاعي. فهنا بقى بيقول ان شده التيار الكهربي كل ما زادت عندي شده التيار الكهربي، كل ما زاد عندي شده التيار الكهربي يا جماعه، كل ما قلت عندي الايه؟ كل ما قلت عندي المقاومه الكهربيه اللي هو عباره عن الريزيستنس بتاعي. تمام. هنا بقى بيقول ايه؟ بيقول الكوندكتنس بتاعي ده عباره عن ايه؟ الكوندكتنس ده بالتالي يعني هو الكوندكتنس هو برضو ده يعني بيناسب عندي لشده التيار الكهربي. تمام. فعشان كده بقى له بقى الكوندكتنس او التوصيله الكهربائيه دي بتساوي عندي ايه بقى؟ قال لي هتبقى بتساوي عندي جي بيساوي 1 على ار. يعني هي طبعا زي ما احنا عارفين يا جماعه، انا عندي توصيله كهربائيه، او انا عندي عارفه ان انا عندي توصيل كهربي ده، يعني كل ما زودت عندي ايه؟ كل ما انا حطيت مثلا لو انا حطيت مثلا يا جماعه بفر مثلا، تمام، البفر ده مثلا وجايه مثلا عديته على الكتريكال كارنت، او انا لو عديته على اشاره كهربيه، الماده بتاعتي لما هقيسها هتقيس عندي الكرنت بتاع العينه، ولا هتقيس البفر، ولا هتقيس الاثنين؟ هتقيس عندي بتاع العينه بس. فعشان كده انا لما بحط عندي ماده غريبه فبتبوظ عندي العينه بتاعتي، بتبوظ عندي الالكتريكال كارنت. تمام. فعشان كده بقى لي بقى ان التوصيله الكهربيه بتاعتي بتتناسب عندي عكسيا مع ايه؟ مع المقاومه، مع الريزيستنس. فعشان كده قال لي ايه بقى؟ قال لي ان السيمنز ده هو عباره عن رمز المقاومه بتاعي، اللي هو عباره عن رمز الكوندكتنس، او وحده عندي الكوندكتنس، اللي هو عباره عن الكوندكتنس رمزه جي. تمام، هو بيرمز برمز جي يعني كوندكتنس، بس انا عندي اليونت بتاعته هو بيتقاس عندي بالسيمن. السيمن ده عبارة عن ايه؟ بيساوي عندي 1 برضو على ار. تمام، اللي هو عبارة عن مقلوب عندي المقاومة. تمام. طب قانون ده عبارة عن ايه؟ قانون اللي هو عبارة عن المقاومة بتاعتي هتساوي عندي الايه؟ هتساوي عندي الايه على الار. تمام. تاني حاجه برضو مهمه، هي العوامل المؤثره عندي على الايه؟ على المحلول بتاعه، او على الكوندكتنس بتاعه المحلول، على التوصيله الكهربائيه بتاعه المحلول. قال لي اول حاجه عندي التمبريتشر. كل ما زودت عندي التمبريتشر كل ما يحصل عندي ايه؟ كل ما هيدي طاقه عندي للايونات، فبالتالي يحصل عندي زياده في الايه؟ في الكوندكتنس. تمام. فيحصل عندي ايه؟ فيحصل عندي ان الكونسنتريشن بتاعي يزيد، فبالتالي زياده التمبريتشر دي ممكن تبوظ عندي العينه بتاعتي. عشان كده بيقول لي اي زياده، وليكن مثلا حتى لو 1 سيليزيوس عندي، بتزيد عندي الكوندكتنس بنسبه 2%، وانا مش عايزه كده. تمام، عندي حتى لو درجه الحراره بتاعتي ثابته. تمام. فبستخدم عندي ايه؟ فبستخدم عندي سيرموستاتيك كنترول ووتر باس. تمام، يعني عشان كده بستخدم عندي ووتر باس، عندي درجه الحراره فيه تبقى سيرموستاتيك، تبقى ثابته ما بتتغيرش. ليه؟ لان انا لو انا زودت عندي، لو انا حطيتها عندي في وسط عندي فيه درجه الحراره فيه بتتغير، فبالتالي هيتاثر عندي على التركيز، هتاثر عندي على القرايه بتاعتي، وانا مش عايزه كده. او بعمل ايه بقى؟ او بحط عندي في كونتاكتيميتر. الكونتاكتيميتر ده بيكون فيه عندي التمبريتشر، او بيحصل عندي كونتينوس كاليبريشن للتمبريتشر، بيحصل عندي تغيير مستمر للتمبريتشر، فبيحصل عندي بقى بقدر اقيس عندي القرايات المختلفه. تمام. الكوندكتيميتر ده هو عباره عن جهاز يعني، فبيقدر بقى يقول طب التمبريتشر بتاعتي عند درجه الحراره مثلا 100 مثلا، عند درجه الحراره 200 300 وهكذا. تمام. وبقدر اقيس عند كل درجه حراره، بقدر اقيس عندي الايه؟ بقدر اقيس عندي الكونسنتريشن او التغيرات بتاعه اللي حصلت عندي. طب تاني حاجه عندي هو النيتشر اوف ايونز. النيتشر هو عباره عن طبيعه الايونات. طبيعه الايونات ازاي يعني يا دكتور؟ يعني حجم الايون، الموليكولار ويت بتاعه، النمبر. تمام، دي كلها حاجات يا جماعه بتعتمد عندي على ايه؟ بتعتمد عندي على ان الماده بتاعتي مثلا لو انا هقيس مادتين، فالمادتين بيكون في فرق ما بينهم. يعني مثلا انا لو هقيس مثلا ميه مثلا، والماده التانية، او مثلا هقيس مثلا ايون مثلا حديد، والماده التانية مثلا كبر. تمام، فالاتنين مختلفين عن بعض. فاهمه؟ يعني هي دي ما بتفرقش عندي لو انا بقيس نفس الماده. يعني لو انا بقيس مثلا الحديد، فكل الايونات بتاعه الحديد هتبقى كلها نفس الحجم، كلها نفس المولكيولار ويت، كلها نفس الشحنه بتاعتي. تمام. طب بعد كده تالت حاجه عندي هو الكونسنتريشن بتاعه الايون، هو عباره عن التركيز بتاعي. فبقول لي بقى ان الكوندكتنس بتاعي بيحصل عندي ايه؟ بيحصل عندي ان الكونسنتريشن بتاع الايونات بتاعتي بتعتمد عندي على ايه؟
هنتكلم كمان يا دكاترة عن الكونسنتريشن بتاعة الأيونات. تمام، كل ما زاد عندي الكونسنتريشن فكل ما زاد عندي عدد الأيونات بتاعتي. تمام، فده بيزود عندي ايه؟ بيزود عندي الكوندكتنس، يعني بيزود عندي توصيل الكهربي. تمام، فهي بيقول لي بقى ان الأيونات بتمثل عندي بطريقة اندبندنت يعني على اللي هو الكوندكتنس بتاعي. تمام، يعني مثلا غير مثلا الايونات الهيدروجين مثلا لو زادت عندي فبالتالي ده بيزود عندي الايه؟ بيزود عندي الكونسنتريشن، بيزود عندي الكوندكتنس. بعد كده كمان في عندي حاجه اسمها السايز اوف الكترون، هو عباره عن حجم الاقطاب بتاعتي اللي هو عباره عن الكاثود وعباره عن الانود. بيحصل عندي ايه بقى؟ قال لي ان الكوندكتنس بتاعي ده بيحصل عندي بيتناسب عندي عكسيا مع المسافه بين الاثنين الكترون. يعني مثلا انا عندي الكترون بتاع الانود والكاثود، لو انا المسافه بينهم زادت فبالتالي التوصيلات الكهربيه بتاعتهم هتبدا تقل. تمام، فعشان كده عملت القانون بقى اسمه ايه بقى؟ هو عباره عن الكوندكتنس بتاعي بيساوي كي اللي هو عباره عن الكوندكتيفيتي، ده عباره عن ثابت التوصيل الكهربي، ايه اللي هو عباره عن مساحه السطح تمام المعرض اللي هو الطاقه الكهربيه بتاعتي على ال هو المسافه بتاعتي بين الاثنين الكترون. فقال لي بقى عباره عن ايه؟ فقال لي بقى ان انا عندي جي بيساوي كي بيساوي كي ايه على ال. تمام، فقال الكي ده عباره عن هو ثابت التوصيل الكهربي او عباره عن الكوندكتيفيتي او التوصيليه الكهربيه. فقال لي هو عباره عن الكوندكتنس بتاعت الاثنين سوليوشن بين اثنين الكترون لما المسافه بينهم تكون 1 سنتي ومساحه السطح تبقى 1 سنتيمتر تربيع. هدخل برضو عندي على حاجة اسمها الايكويفالنت كوندكتنس، هو عبارة عن التكافؤ بتاع التوصيلات الكهربية. فطالما التكافؤ بتاع التوصيلات الكهربية او عندي توصيلية المكافئة، ده عبارة عن ان هو 1 جرام من المادة بتاعتي. تمام، بيحصل بينهم ايه بقى؟ بيحصل بينهم كوندكتنس، يبقى عبارة عن التوصيل بين لكل 1 جرام، يعني التوصيلة بتاعت ايه بقى؟ مكافأة عندي 1 جرام من المادة. تمام، بين ايه بقى؟ لكل 1 سنتيمتر بين الاثنين الكترون. فقال لي بقى هنا بقى بتساوي عندي كي على سي في 1000. تمام، هو عبارة عن السي ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الكونسنتريشن بتاعي عندي المادة بتاعتي في 1 جرام من اللتر بتاعي من المادة. هنا برضو قال لي في هنا علاقة بين المعادلة بتاعتي. قال لي ده عبارة عن التكافؤ بتاع التوصيل الكهربية، ده عبارة عن ايه بقى؟ ده عبارة عن اللي هو ساينوز دايلوشن. انا بقعد اخفف عندي في المادة بتاعتي يا جماعة عندي موصل عندي ان المادة بتاعتي تبقى متخففة، بتساوي عندي ايه؟ بتساوي عندي اللي هو التخفيف اللانهائي عندي لما بقعد اخفف المادة عندي اللا نهاية ناقص عندي ايه؟ ناقص عندي جذر الكونسنتريشن بتاعي. فقال لي بقى ده عبارة عن ايه بقى؟ بقول عليها موبيليتي، يعني بقول عليها ده عبارة عن التكافؤ بتاع عندي التوصيل الكهربي بتاعي. فبقول عليها اما موبيليتي او بقول عليها ايه بقى؟ الاسم التاني بتاعها ليها 3 اسماء، اما موبيليتي او اسمها limiting equivalent conductance او اسمها equivalent conductance at infinite dilution. ده عبارة عن ايه بقى؟ ده عبارة عن ان انا عندي اللي هو سايناي دايلوشن ده بيحصل عندي كونستانت، ده عبارة عن ثابت عندي بيعتمد عندي على طبيعة عندي المادة بتاعتي عن درجة حرارة. طبعا بتبقى عندي ثابتة بثبت عن درجة الحرارة وما تعتمدش عندي على الايه كونسنتريشن. فدي مهم. بيقول لي مثلا يجي في امتحان يجي يقول لي هو عباره عن اللي هو السايناي بتاعتي عباره عن الموبيليتي بتاعتي تعتمد على الكونسنتريشن. قال لي لا تعتمد على الكونسنتريشن. ليه؟ لان انا بقعد اصلا اخفف الماده بتاعتي لعند ما بوصل للما لا نهايه بتاعت الدايلوشن. تمام. بعد كده بقول لي الاكسترابوليشن ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن العلاقه بتاعتي بقى بدات اوضح عندي لو انا مثلا قعدت اخفف عندي سترونج الكترولايت ولو انا خففت عندي ويك الكترولايت فبيحصل عندي بقى. قال لي بقى بقعد اخفف عندي سترونج الكترولايت لما عندي ما وصل عندي ايه اللي هو الملا نهايه، التخفيف بتاعي بيبقى ملا نهايه، بيبقى التركيز بتاع الماده بتاعتي بيبقى 0 يبقى 0. طب انا يا دكتور لو انا مثلا ويك الكترولايت مثلا الكترولايت ضعيف مثلا مش قادر يحصل له عمليه ديسيشن او مش قادر يتحلل عندي، هل بقدر بقى اعين عندي الكونسنتريشن بتاعه؟ قال لي لا. امال بعمل ايه؟ قال لي ان المسافه بتاعته دي بتبقى نوت لينير، يعني بيبقى عندي الخط المستقيم بتاعي في الويك الكترولايت بيكون عندي نون لينير ريليشن شيب، اما انا عندي في السترونج الكترولايت لا بيكون عندي ايه لينير وبيكون عندي عند الزيرو كونسنتريشن. بعد كده عندي الايكويفالنت ايونيك كوندكتنس، طبعا نفس الكلام بالظبط. فهنا بقى قال لي النون لينير ده او انا عندي الويك ده بقدر اعينه عندي من ايه؟ بقدر اعينه عندي من اللي هو الاكس 0 موجب والاكس 0 سالب، اللي هو عباره عن التأين الموجب والتأين السالب بتاعي، ده عباره عن الكاتاين والاناين عند الانفينيت ايه دايلوشن بتاعي. فقال لي بقى من هنا بقى بدات اعمل عندي بقى جدول مهم، هو عباره عن الجدول ده بيوضح عندي ثابت التأين بتاعي او انا عباره عن اللي هو الايون موبيليتي لما تكون عندي في الميه
عند درجه حراره 25. لا انا لو زودت او قللت عندي فهيبدا يتاثر عندي الموبيليتي بتاعتي. تمام. فقال لي هو اهم حاجه عندي تعرفها هو الموبيليتي بتاعت عندي الهيدروجين اين لما تيجي مثلا تحطها وتقيس عندي الموبيليتي بتاعتها لانها 350. تمام. وده اعلى واحده فيهم. طب انا ده عباره عن الكاتاين بتاعي. طب لو انا عندي اناين مثلا زي اللي هو الاو اتش فيبقى عندي 198. فالجدول ده مهم. هيجي مثلا بعد كده عشان خاطر توضح عندي في الكاليبريشن كيرف يجي يقول لك مثلا وليكن انت اشتغلت مثلا على الاتش سي ال واشتغلت مثلا على الان اي او اتش مثلا. تمام. وعملت عمليه ديسيشن بينهم من بعض او عملت عمليه تيتريشن. فهتيجي تقول لي طب انا عندي مثلا الاتش سي ال بتاعتي يبقى انا عندي اللي هو الموبيليتي بتاعتي 350. تمام. فهيبقى عندي مثلا الكاليبريشن كيرف بتاعها يبقى عند بوينت كذا. طب انا عندي مثلا الماده الثانيه مثلا لا تبقى الايوناين بتاعها يبقى عند 198 مثلا. تمام. فدي مهمه عندي. ايه بقى الابليكيشن بتاعه الكوندكتيمتري؟ انا هتكلم عندي على الابليكيشن بتاعه الكوندكتيمتري. تمام. عندي نوعين من الابليكيشن. عندي دايركت كوندكتيمتري وعندي كوندكتيمتريك تيتريشن. تمام. دايركت كوندكتيمتري هو عباره عن ان انا بستخدم عندي الكوندكتيمتري بطريقه مباشره. تمام. عشان خاطر اعين عندي الكونسنتريشن بتاع الماده بتاعتي. طب ده بستخدمها فين؟ بستخدمها عشان خاطر اعين مثلا اطلع الشوائب بتاعه الميه مثلا. تمام. او اعين مثلا ولكن لو في الميه بتاعتي عشان خاطر اعين طبعا عشان خاطر التريس امبيوريتيز ده اعينها مثلا. ده اول طريقه ده اول سبب عشانه. وتاني طريقه عشان خاطر اطلع عندي البيور ووتر دي اقدر استخدم فيها الايه اقدر استخدم فيها التوصيليه الكهربيه عشان خاطر احدد هي الميه دي نقيه ولا مش نقيه. تمام. فده بيتحدد ازاي بقى؟ عن طريق ان انا بعمل عمليه كوندكتنس بعمل توصيل كهربي للبيور لايم ووتر مثلا في وجود عندي الكالسيوم هيدروكسيد. لو انا جيت لقيت عندي الكالسيوم هيدروكسيد كتير فهبص الاقي عندي ايه التوصيليه الكهربيه بتاعتي مش مظبوطه. فده بستخدمها ايه؟ بستخدم عمليه اللي هو الكوندكتنس او بستخدم التوصيل الكهربي عشان خاطر اعين الايه الامبيورتيز. تاني طريقة عندي هو الكوندكتيمتريك تيتريشن. عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بعمل عملية تيتريشن. هو عبارة عن بيكون في عندي تيتريشن مثلا. تمام. وطبعا الطريقة اللي فوق دي بتبقى حساسة جدا. طب انا عندي بقى الطريقة بتاعت عندي اللي هو التيتريشن. هو عبارة عن ايه؟ بستخدم عندي تايتران. تمام. وباجي بعين عندي الايه هو اول ما بيظهر عندي لون ببدأ اعين عندي بقى المادة بتاعتي دي بتبقى عندي اول ما بيبدأ يحصل عندي تغير في اللون فببدأ اقول طب بدأت المادة بتاعتي تبدأ تتغير بتاعي. فبدأ يحصل عندي كوندكتنس او يبدا يحصل عمليه دايلوشن. فاول ما بيبدا يعني ايه يعني بصوا يا جماعه دي عامله زي الاسيد بيت تيتريشن. اول ما الماده بتاعتي يبدا يحصل لها لون او تبقى عندي تربت. تمام. فبالتالي بقى ده بيوصلنا عندي لايه بيوصلنا عندي الانكمبليت رياكشن. زي مثلا عندي ولكن لو عملت مثلا ويك اسيد مثلا مع ويك بيز فبالتالي ايه بقى اللي بيحصل عندي؟ ويك اسيد وويك بيز لما بيبداوا يتفاعلوا مع بعض فبالتالي بيبدا يحصل عندي ايه بيبدا يحصل عندي ان التايترانت بتاعي ده مش ينفع. تمام. ليه بقى؟ لان لازم يكون عندي ان الماده بتاعتي عشان خاطر تبقى اعمل عمليه تيتريشن لازم تبقى التايترانت بتاعي اقوى من الماده اللي بعمل لها اناليسيس تبقى اكتر منه 10 مرات. يعني ايه؟ يعني ولكن التايترانت ولكن هو عباره عن بحطه في السحاح ده مثلا يبقى عندي اقوى من الماده اللي بعمل لها عمليه تحليل ده اكتر منه 10 مرات. تمام. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر احمي يعني الماده بتاعتي من التغيرات. ولازم يبقى عندي ايه كمان؟ لازم يبقى عندي في الكوركشن فاكتور طبعا بتاعي ده. وفي الكوركشن فاكتور ده عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن في اي زائد في تي على في اي. هي عباره عن في اي ده عباره عن الانيشال فوليوم بتاعت عندي التيتريتد. تمام. ده الحجم اللي انا بدات بيه. والفي تي ده عباره عن الحجم اللي انا ضفته عندي على ايه التايتران حجم التتر اللي انا ضفته. تمام. بعد كده بيقول ايه بقى؟ بيقول لي مع كل ايون بيحصل له عمليه كونتريبيوشن او بيحصل له بيشارك عندي في الكوندكتن بيبدا يحصل عندي ايه بقى؟ بيبدا يحصل عندي بيكون في ايه بقى؟ بيكون في ايونات خارجه من بره او ايونات غريبه. فلازم عندي اي ايونات غريبه لازم ابدا اتجنبها. يعني ابدا اطلعها عندي من المحلول عشان خاطر ما تعمليش عندي اي مشكله عندي في العينه بتاعتي. تمام. عشان كده انا ممنوع عندي يكون في عندي بفر او هيلا بفر عندي في المحلول بتاعي لان هو هيبدا يلخبط عندي الكوندكتنس بتاعي. فهنا بقى بيقول لي المفروض ما يكونش في اي نو الكترون ترانسفير. تمام. على سطح الالكترون. تمام. الطريقه دي طبعا مش مناسبه عندي للريدوكس رياكشن. بقول ان الطريقه بتاعت عندي التيتريشن دي مش مناسبه لايه للريدوكس رياكشن. هي مناسبه لان انا بتعمل عندي تيتريشن ويك اسيد ويك بيز وايه وبتتجنب عندي ايونات غريبه والحاجات دي كلها.
فهنا بقى عندي الامثله بتاعتي. قال لي اول مثال عندي السترونج اسيد والسترونج بيز. طبعا السترونج اسيد ده بيحصل عندي ان هو الايونات الهيدروجين بتاعتي بتبدا تزيد، فايونات الهيدروجين بتاعتي تبدا تزيد، فبالتالي بتزود عندي ايه، بتبقى عندي 350 زي ما احنا لسه اخدين الرقم اللي فوق دلوقتي في الجدول. تمام. فلما 350 ده بيزود عندي ايه، بيزود عندي بيخلي عندي اللي هو بتاع التوصيل الكهربي عالي. تمام. بعد كده بيبدا يقل عند ما يوصل عندي لمرحله التعادل. تمام. اللي هو عباره عن ان انا بيكون عندي في اتش وفي اتش بيبدا يحصل ما بينهم تعادل اللي هو الاتش 2 او. بعد كده الاو اتش بيبدا يطلع عندي تاني، بيبدا يزيد عندي اللي هو ال 130 او ال 180. تمام. فبيبدا يحصل عندي ديسيشن تاني. ده عباره عن فكره ببساطه. فهنا بقى بقول لي الكوندكتنس بتاعي بتاع المحلول بيحصل عندي ديكريس شاربلي لما بوصل عندي للايكويفالنس بوينت. تمام. بعد كده ببدا اضيف عندي ال NaOH، بيبدا يزيد عندي اللي هو الكوندكتنس بتاعي نتيجه عندي زياده الOH. يعني في الاول الاتش ده بيزود عندي الكوندكتنس، بعد كده ببدا ما اوصل لمرحله التعادل بعد كده بيزيد عندي الOH. فهنا ده عباره عن الرسمه ببساطه. انا عندي هنا عندي اسيد، بعد كده وصلت عندي الاند بوينت بتاعتي او وصلت مرحله التعادل، بعد كده عندي الOH بتاعتي بدات تزيد. تمام. طب بعد كده عندي ويك اسيد وسترونج بيز. تمام. ويك اسيد بتاعي ده الويك اسيد بتاعي ده طبعا زي اللي هو عندي زي اللي هو الاسيتيك اسيد مثلا، وزي عندي مثلا الاتش سي ال. فانا عندي بقى الويك اسيد عباره عن زي الاسيتيك اسيد وزي الان اتش. تمام. فانا الاول ضفت عندي هو عباره عن الاسيتيك اسيد. الاسيتيك اسيد ده طبعا ضعيف. تمام. فبياخد عندي وقت طويل عشان خاطر اوصل عشان خاطر يحصل عندي عمليه تعادل. تمام. او يحصل عندي عمليه نيوتراليزيشن. تمام. فبالتالي باخد وقت لعند ما يحصل عندي ايونات الهيدروجين طبعا بتتفك عندي بصعوبه، بتبقى عندي كميتها قليله. بعد كده بوصل لعند ما اوصل لمرحله التعادل، وبعد كده يبدا يزيد عندي اللي هو البيز بتاعتي اللي هو ال NaOH، بتبدا تتفك عندي وتطلع عندي الOH بتاعتي. تمام. تبدا توصل لمرحله الموبيليتي. عند المرحله دي بقى بقول عليها بقول عليها دي الاند بوينت بتاعتي. فده شكل عندي اللي هو الويك اسيد اجينست السترونج بيز. طب هنا بقى بيقول لي لو انا حطيت عندي ميكشر من ال HCl ومن الاسيتيك اسيد. تمام. فهنا بقى الميكشر من ال HCl والاسيتيك اسيد ده لو انا ضفتهم طبعا تايتريت ستيب وايز مثلا مع ال NaOH، فقال لي ان انا عندي في حاله ال HCl بيعمل عندي سبريشن للايونيزيشن بتاعه الاسيتيك اسيد. يعني عندي الايونيزيشن بتاعه الاسيتيك اسيد ده كان بياخد وقت طويل زي ما هو موجود فوق. قال لي لا، ده انا هدخل عندي في الاول على طول، فبالتالي بيحصل عندي زياده عندي في نتيجه عندي ال HCl. تمام. بعد كده الاسيتيك اسيد ده بيبدا يتفاعل عندي مع ال NaOH، فبيبدا يحصل عندي ايونيزيشن عندي على مهله. وبعد كده بيحصل عندي ان ال NaOH بتاعتي بدات توصل لمرحله يبدا يحصل له توصيل كهربي. تمام. فعشان كده بيكون في عندي 2 اند بوينت، مره الاند بوينت بتاعه ال HCl مع ال NaOH، ومره عندي مع الاسيتيك اسيد عندي مع مع ال NaOH. فانا عندي فيه هنا 2 اند بوينت، ببدا بقى اجمعهم على بعض. طب وانا عندي مثلا تيتريشن اسيتيك اسيد مع ويك بيز، اني مثلا ولكن تيتريشن بتاعت اللي هو CH3COH مثلا مع ويك بيز زي ال NH4OH. تمام. ففي الحاله دي بقى بيحصل عندي بقى، ففي الحاله دي بتبقى عندي صعبه شويه. ليه بقى؟ لان انا عندي الويك بيز مش هتاثر عندي على الكوندكتنس، هيفضل عندي الكوندكتنس بتاعي ثابت. تمام. فبالتالي هيحصل عندي ان انا اوصل للاند بوينت، هيحصل عندي هتبقى صعبه شويه. تمام. بس هي تتبع عندي نفس النمط بتاع ال NaOH لعند ما اوصل عندي للاند بوينت. بعد كده عندي اللي هو البريسبتيشن مثلا، عندي زي التتريشن بتاع ال NaCl مع ال AgNO3، فبدأ يحصل عندي بقى، بدأ اضيف عندي Ag لعند ما اوصل عندي لمرحله البريسبتيشن بتاعت ال Cl بتاعتي. تمام. فبدأ يحصل عندي بدأ يحصل عندي ان Cl هبدأ مع كل مره شويه هبدأ استبدله عندي بالNO3. يعني الCl هيحصل عندي عمليه ريبليسمنت بالNO3. تمام. بعد كده عند ما اوصل عندي عند ما اوصل عندي للاند بوينت بتاعتي. تمام. او ببدأ اوصل لمرحله اللي هو تكوين عندي الراسم، بتبدأ الدنيا بتاعتي تبدأ تقل. بعد كده اول ما بكون عندي الراسم بقى اللي هو AgCl، تبدأ الدنيا تبدأ تزيد تاني معايا. تمام. فانا عندي اول حاجه عندي بتبدا الدنيا عندي تخف، لان بتبدا الاول Cl يبدا يحصل لها عمليه ريبليسمنت مع ال NO3، لان انا عندي NaCl مع ال AgNO3. بعد كده بيحصل عندي بعد كده بيحصل عندي ان انا بوصل للاند بوينت او الايكويفالنت بوينت انا وصلت لها. بعد كده بيحصل عندي ان ال AgNO3 بتاعي ده بيبدا يحصل عندي ان هو
بيبدأ يحصل عندي زيادة او بيزود عندي الكيرف بتاعي نتيجة عندي ان NO3 العالية دي بتبدأ تزود عندي الايه الايكويفالنت او الكوندكتنس بتاعي. برضو نفس الفكرة بالظبط لو انا عندي BaCl2 وعندي ال Na2SO4 تمام، ده هما الاتنين دول برضو بيكونوا عندي بريسبتيشن او بيكونوا عندي راسب، اللي بيترسب عندي هو ال BaCl2 تمام، ال BaSO4 تمام. فبيحصل عندي ازاي بقى؟ بيحصل عندي ان في الاول عندي بيكون عندي ايه، بيكون عندي اللي هو ده عبارة عن ان انا عندي في الاول بيحصل عندي ايه، بيحصل عندي ان ال SO4 بيرسب عندي البي اي بتاعي تمام. فبالتالي بيحصل عندي عمليه بريسبتيشن عندي ان البي اي هيحل محل عندي الان اي، فده هيقلل عندي اللي هو الايه، هيقلل عندي الكيرف بتاعي لحد ما اوصل عندي الايكويفالنت بوينت. بعد كده ابدا اضيف عندي بقى ال اي اس او 4. يبقى انا في الاول بضيف عندي البي اي سي ال 2، البي اي سي ال 2 ده اصلا اوريدي يعني ده راسب اصلا تمام. فبيبدا يقلل عندي بقلل عندي الكيرف لحد ما اوصل للاند بوينت. بعد ما بوصل عند الاند بوينت ببدا يتكون عندي الراسب، بيبدا يزيد عندي عن طريق ان انا بزود عندي اكسس من NaSO4 تمام. يبقى انا عندي يا جماعه الكيرفات دي مهمه. والسؤال بتاع عندي الانواع بتاعه الكوندكتنس والتعريف والحاجات دي كلها برضو مهمه، والجدول ده طبعا مهم، وعندي كمان الرسمه دي مهمه برضو.